على الكل عشان يوصلك مني كل جديد. ولو انت مشتركه معايا في القناه كملي لايك وكومنت حلو زيك. النهارده بقى كان عندي عزومه كده، فبدات معاكم كده اليوم كده في المطبخ. يعني انا كنت مروقه البيت كله من بالليل، بس قمت بقى كده من النوم على المطبخ. اول حاجه بقى كده جبت حله على النار، حطيت فيها مكعب من الزبده وشويه من الزيت، وطبعا كنت غاسله الجمبري كويس جدا ومنضفاه. هبدا بقى كده اول ما الزيت يبدا يسخن والزبده تبدا تسيح هنزل بالجمبري. جربي الاكل. انا بصوا انا هعمل النهارده كلها يعني سمك وجمبري وكابوريا وحاجات من دي. جربوها بطريقتي بجد هتعجبكم جدا، هتفرق معاكم في الطعم كتير قوي. هبدأ بقى كده اقلب الجمبري في الزبدة لحد ما يبدأ يغير لونه. هنزل عليه ببصلة متقطعة كده جوانح، وهنزل عليها بحزمة من الكرفس. تمام كده. وبعدين هنزل معلقتين كبار من الثوم المفروم وملح، وهنزل بملح، وهنزل ببهارات سمك وكمون وشوية كزبرة. بس كده، مش هحط اي حاجة تاني. هاسيبهم كده واقلبهم كويس مع بعض، وبعد كده هنزل عليهم بكوبايه من الميه او كوبايتين حسب يعني كميه الجمبري. المهم ان الميه تبقى على الجمبري بالظبط، تغطي الجمبري كده عشان تاخدي منها شوربه كويسه وتكون قوامها حلو وطعمها كمان حلو. وهبدا اقلبهم وهغطي عليه النار يا دوبك اقل من ربع ساعه كده بيكون استوى، وبطفي عليه النار. هقلب بقى كل المكونات دي كده مع بعض كويس قوي لحد ما اتاكد ان هم اندمجوا مع بعض. وبعد كده هنزل بالميه وهغطي عليه الحله واسيبه حوالي كده 10 دقايق او ربع ساعه. وبعد كده هاطفي عليه ويكون معايا استوى، بيكون زي الفل. تمام كده، ادي الجمبري كده اول حاجه خلصنا منها. طريقته سهله وبسيطه، مبياخدش معانا وقت نهائي، وبجد بيبقى طعمه حلو قوي. كده خلاص طفيت على الجمبري ورحت بقى كده على الكابوريا. كنت جايباها وغسلاها. اهم حاجه تجيبي كابوريا انتايه عشان تبقى فيها كده بتبقى مليانه لحم كده، بتكون طعمها حلو قوي. انا الكابوريا مش بحطها على النار الاول، بحطها كده في طبق بلاستيك وبنزل عليها ببصل برده جوانح، وبنزل بمعلقتين كبار من الثوم المفروم وملح وكمون وكزبره وبهارات سمك. نفس البهارات هي نفس البهارات اللي حطيتها على الجمبري. وهبدا اقلب بقى كل ده كده في الكروانه كده البلاستيك دي قبل ما احطهم على النار لحد ما اتاكد ان هو كله كده اندمج في بعضه. بعد كده هجيب حله كده من غير اي دهون ومن غير اي مواد دهنيه خالص. هنزل بالكابوريا بتاعتي وهحط عليها كوبايه ميه او نص كوبايه ميه. الكابوريا كده كده ما بتحتاجش ميه كتير. وبعد كده هرفعها على النار برضو. ما بتاخدش وقت يعني، برضو حوالي 10 دقايق كده. اول ما لونها يتحول كده للون البرتقاني كده بتكون استوت وزي الفل. المأكولات البحرية عموما ما بتاخدش سوا خالص. الجمبري، الكابوريا، الجندوفلي برضو هعمله معاكم دلوقتي بخلطة حلوة جدا، ما بياخدوش وقت خالص. كنت مولعه هنا على بطاطس بسلقها عشان اعمل سلطه بطاطس. وكمان كنت سلقت كنت شويت بتنجان عشان نعمل بابا غنوج. كملوا معايا الفيديو الاخر. وكمان هنعمل صنفين حلويات حلوه جدا هيشرفك جدا في العزومات. اهم حاجه كملي معايا الفيديو الاخر وان شاء الله هتستفادي منه حاجات كتير. كده كانت خلاص الكابوريا حطيت عليها الميه وسبتها 10 دقايق. بصوا لونها غير كده، فكده خلاص هي استوت. وهبدا اطفي برده عليها النار. يبقى انا كده خلصت من الكابوريا والجمبري. جبت بقى البتنجان بعد ما شويته، طبعا قشرته خالص من القشر بتاعه وحطيته كده في بوله. وهبدا اهرسه كده هرسه كده بسيطه بالشوكه. انا كده كده هضربه في الكبه. وهبدا بقى احط عليه التوابل والحاجات اللي احنا هنحطها. جربي بقى البابا غنوج بطريقتي، بجد بجد كل اللي هيدوقه مش هيصدق اللي انت عاملاه في البيت. انا عايزه اقول لكم ان في العزومه عجبهم جدا طعمه، وبجد ما كانوا بيحسبوني انا جايباه جاهز. حطيت بقى معلقتين كده توم مفرومين ومعاهم هريسه شطه. وكمان نزلت بمعلقتين زيت ومعلقتين خل. وهنزل بملح وهنزل بكمون وشطه وكزبره ناشفه طبعا. وهنزل بعصير كده نص ليمونه ومعلقتين كبار طحينه. تمام كده. طبعا التوابل والحاجات اللي انا قلت عليها حسب الكميه اللي انت هتعمليها. انا كنت عامله 2 بتنجانتين صغيرين طبعا يعني. انتوا عارفين طبعا عزومات رمضان وكده فما حدش بياكل، فحاولت على قد ما اقدر ما اكترش من السلطات بالذات. فخلاص بقى كده هحط التوابل كلها. وبعد ما احطها هديها تقليبه كده سريعه، وبعد كده احطها في الكبه. طبعا انت لو مش حابه تحطيها في الكبه ما تحطهاش عادي جدا، ممكن تهرسيها كويس بالشوكه تنعميها زي ما انت عايزه. بس انا بصراحه بحب اضربها في الكبه زي الجاهزه بالظبط. الجاهزه بتبقى كده. بصوا بقى قوامها، بجد قوامها وطعمها ولونها وريحتها في منتهى الجمال. هزينها كده بقى برشه كده من الكمون فوق الوش. هحط كده كمون فوق الوش واحط على طبق منهم شطه عشان لو حدش يعني لو ما حدش بيحب الحاجه الحراقه ما كنتش حاطه عليه كله يعني. وكمان هحط عليه كده من فوق مش والله ما فاكره كانت كزبره ولا بقدونس مش فاكره. زينه كده شكل بس. وكده الغنوج جاهز. بصوا بقى الاطباق شكلها حلو ازاي. كده خلاص ندخل بقى على اللي بعده.
النهارده اليوم طويل، و انا حاولت كده يعني اختصر معاكم، يعني في حاجات مش هلحق اعملها معاكم لان هيكون الناس اللي جايه يعني جم، ومش ناس مش غرب يعني، ده ماما واخواتي، يكونوا ماما واخواتي يعني وجوازات اخواتي وكده، مش غرب. فحبيت بصراحه اعمل لهم احسن حاجه، والحمد لله الحاجه طلعت زي ما انا كنت متوقعه، بس مش هعرف اكمل معاكم للاخر ساعه الفطار بقى والتحضيرات وكده. هنا كنت سلقت بطاطس برضو، هبدأ هرستها كويس قوي بهرسة البطاطس، نزلت عليها بزيت وملح وشوية خل، وبرضو توم مفروم وهريسة شطة، وهحط كمون وشوية شطة على شطة عادية يعني بس، وهقلبهم برضو كويس، وبحط عليهم سنة بابريكا بتديها لون حلو قوي، وكمان هحط عليهم بقدونس كده مقطعاه صغير، وكده بس كده هقلبهم بقى مع بعض كويس، وبرضو هبدأ اقدمه في الاطباق. يبقى كده فاضل معايا الجندفلي هعمله معاكم برضو. خلاص بقى هقلبهم كويس وهقدمهم في الاطباق، وهوريكم برضو شكلهم بعد ما احطهم في الاطباق. هما الحمد لله عملوا معايا كميه كويسه، وكمان الغنوج عمل معايا كميه كويسه. حطيت بقى رشه شطه كده في الاخر مش كتير، حاجات بسيطه كده، وهقلبتها كويس. وهجيب بقى اطباق وهبدا اقدمها في الاطباق. حاولي لما تيجي تعملي عزومه وسلطات تقدمي السلطات في اطباق صغيره، يعني مش تحطي اطباق كبيره وتمليها ويبقى على السفره مثلا طبقين بس، ومش كل اللي قاعد على السفره هيطولوا، انت فاهمه قصدي. فحطي في اطباق صغيره زي ما انا حاطه كده. حتى السلطه الخضراء برضو انا مش هلحق اوريها لكم، بس برضو عملت كميه حلوه من السلطه الخضراء، قدمتها في اطباق صغيره، ان شاء الله تعملي 5 6 اطباق، المهم يبقى متوزعين على السفره بحيث ان كل اللي محتاج اي حاجه يطولها. نفس الموضوع الغنوج، ونفس الموضوع البطاطس سلطه البطاطس، فاكيد فهمتوا قصدي يعني. كده بقى هنحضر خلطه التتبيله بتاعه الجندفلي. الطريقه دي حلوه جدا، انا كنت اول مره اجربها بس عجبتني قوي. جبت الكبه، نزلت بقى في بصلتين صغيرين، نص طماطميه، نص قرن فلفل اخضر، ومعلقه توم مفروم، معلقه كبيره من الثوم المفروم، وهنزل بنفس التوابل بتاعتي، ملح وشويه زيت، ملح كمون فلفل اسمر، ملح كمون كزبره، بهارات سمك، وشويه شطه، وعصير نص ليمونه. وهبدا اضرب كل الحاجات دي كويس قوي مع بعض في الكبه. هوريكم قوامها بيبقى عامل ازاي. طبعا انا مع الجندفلي زي ما وريتكم عملت كابوريا وعملت جمبري، وكمان عملت سلطات، وعملت السمك ملحقتش برضو اعمله معاكم، انا كنت متبلاه من بالليل. كنت عامله سمك بربور، بربور وسمك بولتي مقلي. طبعا البربون هقول لكم على التتبيله بتاعته سريعا كده، انا متبلاه من بالليل. بتغسلي لو هو صغير مش بتفتحي بطنه، لو هو كبير طبعا بتنضفي بطنه وبتحشيه، وبتحطيه بقى كده كله في بوله كبيره، وبعدين بتحطي عليه توم مفروم وفلفل احمر برضو مفروم، وتحطي بقى كمون وكزبره وملح وبهارات سمك، وبتتبليه كويس قوي من بالليل. وبعد كده بتيجي تحطيه في الدقيق وتقليه. والبولتي طبعا مش محتاج تتبيله، طبعا كلكم عارفينه، بس انا ملحقتش اعمله معاكم لان قليته قبل المغرب كان بنص ساعه تقريبا، فملحقتش اصور معاكم. طبعا عملت معاكم كده تتبيله الجندفلي، وجبت طاسه كده على النار تسخن كويس من غير ولا نقطه زيت ولا دهون ولا اي حاجه. هنزل بالجندفلي بتاعي كويس قوي مغسول، ونقعته حوالي نص ساعه في ميه دافيه عشان ننزل كل الرمله اللي فيه. وبعد كده هيبدا بقى يتفتح معايا كده، انا ما حطيتش عليه اي حاجه خالص، ولا ميه ولا اي حاجه. وهغطي عليه كده حوالي دقيقتين يبدا يتفتح معايا ويسخن كده، هبدا انزل عليه بالتتبيله اللي انا عملتها، وبعدين هقلبه تقلبتين كده، برضو مش هحط عليه ميه خالص، وهحط عليه مكعب من الزبده وبس كده. هتقلبيه وتسيبيه. طبعا في ناس كتير بتعمل الجندوفلي في شوربه وكده، انا كنت بعمله كده، بس بجد الطريقه دي احلى بجد، وشكله كمان بيبقى حلو في التقديم قوي، هيعجبكم جدا. هقلبه بقى كده في التتبيله اللي عملتها ومكعب الزبده، وبعدين هغطي عليه يا دوبك بس 3 4 دقايق، وبعد كده بطفي عليه وبيكون استوى معايا كده. اكون خلصت معاكم الاكلات كلها. وطبعا زي ما قلت لكم عملت سلطه خضراء، وكمان عملت قليت السمك، وكده خلصت خالص الاكل. هبدا بقى ندخل كده في الحلويات. هنعمل النهارده صنفين حلو قوي بجد هيعجبكم جدا. اول حاجه هنعمل البسبوسه المتكرمله، تمام. هجيب كده بوله وهنزل فيها بكوبايتين وربع من دقيق السميد. ممكن تشيلي الربع كوبايه دي وتستبدليها بجوز هند لو انت بتحبوا جوز الهند، تمام كده. هحط كوبايتين كبار وربع من دقيق السميد او دقيق البسبوسه، وكمان هنزل عليهم بمعلقه صغيره من البيكنج باودر. يبقى كده انا حضرت المكونات الجافه كلها، وهقلبهم مع بعض كويس بقى مع بعض كويس. ونبدا بقى نحضر المكونات السايله مش عارفه في مش عارفه اتكلم. تمام كده حطيت هنا البيكنج باودر وهقلبهم واسيبهم بقى على جنب، ونروح كده نجيب طاسه نحطها على النار، او اي حاجه يعني تحطيها على النار، ونبدا نحضر المكونات السائله. طبعا مش كل الناس بتعمل البسبوسه بنفس الطريقه، بس الطريقه دي حلوه جدا هتجربوها هتعجبكم قوي. هجيب كده على النار، هحط كوبايه من السكر،
هحط كوبايه من السكر وعليهم ربع كوبايه من الميه. اهم حاجه تعملي المقادير اللي بقولك عليها بالظبط، كوبايه من السكر عليهم ربع كوبايه من الميه، وهسيبهم على النار. مش همسك، مش هقلبهم ولا هلمسهم خالص لحد ما السكر يبدا يتكرمل ويبدا يعمل لون. اهم حاجه ما تقلبهمش ولا تيجي جنبهم خالص غير لما يبدا يعمل لون ويبداوا يتكرملوا كده مع بعض. هنا كان بدا يعمل لون من على الاطراف اهو. هبدا بقى اقلبه عشان امزج اللون كده كله ياخد نفس اللون. هبدا اقلبه كويس لحد ما ياخد اللون اللي انت عايزه البسبوسه تبقى نفس اللون، يعني انت عايزه تصبغي البسبوسه بنفس لون الكرمله اللي انت حباها. انا كده اللون معايا كده مظبوط. هبدا بقى انزل بمعلقتين كبار من الزبده عليهم، ومع كمان معلقتين كبار من السمنه. وممكن تنزلي بقى هنا بمعلقتين من القشطه، قشطه وش اللبن او القشطه المعلبه او زبادي. انا هنزل بمعلقتين كبار من الزبادي او كوبايه زبادي يعني من اللي هي الصغيره. وهبدا ادوب كل المكونات دي مع بعض. طبعا هنا هنهدي النار عشان الكراميل ما يتلسعش منك. تمام كده. هبدا بقى اقلب كده كل المكونات دي مع بعض، وهنزل بعلبه الزبادي، وهنزل بكوبايه الا ربع ميه. يعني احنا احتاجنا في الوصفه كلها كوبايه ميه. هحط ربع كوبايه في الاول مع السكر، وهحط كوبايه الا ربع في الاخر اهو. هنا هنزل بكوبايه الا ربع من الميه، وهبدا بقى كده بالمضرب هبدا اقلب المكونات دي كلها مع بعض واسيبها تبرد حوالي دقيقتين. انا مش عايزاها تبرد، انا عايزاها تهدى بس ما تبقاش سخنه قوي. وهبدا انزل بيها على دقيق السميد اللي احنا جهزناه في الاول. هبدا بقى، انا هنا مش عايزه اعجن ولا عايزه اقلب كتير، انا عايزه بس الم المكونات كلها مع بعض عشان البسبوسه ما تنشفش مني. هبدا الم كده المكونات بالمعلقه كده بالراحه على قد ما تقدري. طبعا انا مسرعه الفيديو، انتي بتقلبي بالراحه خالص عشان البسبوسه ما تنشفش منك. وبعدين هنجيب صينيه وندهنها كده دهنه كويسه من الزبده او السمنه او الزيت زي ما انت حابه. وبعدين هنزل بمكونات البسبوسه. بعد كده هدخلها الفرن، فرن سخن في الرف اللي في النص لحد ما تتحمر كده من على الحروف. وبعد كده اولع عليها الشوايه. لو خدت لون معاكي من فوق خلاص مش لازم تولعي عليها الشوايه. لما تدخلي البسبوسه الفرن هتبداي تحضري وهي في الفرن، ان هي بتاخد الشربات بتاعها سخن وهي كمان بتبقى سخنه. تبداي تحضري الشربات بتاعها اللي هو كوبايتين سكر عليهم كوبايتين ميه. واول ما تطلع من الفرن هنسقيها على طول الشربات. طبعا هوريكم المقطع ده لما البسبوسه تستوي. دخلت بقى البسبوسه الفرن وقلت بقى اعمل الكنافه. طبعا انا دايما بعمل الكنافه اللي هي بالقشطه او بالكاستر او باي حاجه يعني. فالنهارده هنعمل نوع مختلف خالص، هنعمل الكنافه السيجار او البورمه. تمام كده. انا رحت عند بتاع الكنافه قلت له عايزه كنافه طرح. انت بتقولي له كده، بتقولي له عايزه كنافه طرح تكون لسه طازه يعني، عشان تتبرم معاكي بمنتهى السهوله وتبقى قطعه واحده زي ما انت شايفه كده. او تقولي له عايزه كنافه قطعه واحده زي ما انت حابه. طبعا بتجيبيها بتبقى طازه، ما ينفعش تحطيها في التلاجة او في الفريزر وترجعي تشتغلي فيها، لا انت بتجيبيها من عند الراجل بتشتغلي فيها على طول. هتجيبي بقى كده الصاج اللي انت هتعمليه في الكنافه او الصينيه زي ما انت حابه، بس لازم تكون حاجه مربعه. تمام. ابدا كده اقيس الكنافه على قد الصاج اللي انا مطلعاه او الصينيه. هقيسها عايزاها تبقى نفس الطول. هبدا بقى كده اجيب الكميه اللي انا عايزاها حسب حجم الصباع الكنافه اللي انت عايزاه، تخين رفيع زي ما انت حابه. وهبدا امسكها كده من على الطرف، وهبدا ابرمها بايدي كده. ايد بتسند من الناحيه التانية وايد بتبرم. تمام كده. وطبعا الصاج مش هندهنه ولا زيت ولا سمنه ولا اي حاجه، لان هي اصلا بتاخد سمنه كتير، فما تدينيش الصاج بتاعك اي حاجه. هتبداي تبرميها كده زي ما انا بعملها بنفس الطريقه. اهم حاجه ما تبرموهاش كتير قوي عشان ما تنشفش منك وتبقى من جوه كده معضمه وناشفه. لا تبرميها برم في المعقول كده، اللي هي تبقى ماسكه معاكي وماسكه نفسها. هبدا بقى اجيب الصينيه. طبعا عشان نسندها وما تفكش مننا هنجيب كوبايتين او اي حاجه تقيله كده نسند بيها. بصوا انا جبت كوبايتين، بدات احط اللي انا برمتها دي وسندتها كده بكوبايتين. وهعمل بقيه الكنافه كلها بنفس الطريقه لحد ما اخلص الكميه كلها اهو. بصوا انا جبت برضو كميه تانية كده. حاولي على قد ما تقدري تعمليهم كلهم نفس الحجم عشان يطلع الصباع معاكي نفس الشكل بالظبط. وهبرمها وبعدين هحطها برضو في الصاج واسندها بالكوبايات لحد ما اخلص الصاج كله. هوريه لكم في الاخر. طبعا النوع ده من الكنافه بياخد سمنه كتير جدا، بس طبعا بعد ما تحطي يعني السمنه هتاخد منك سمنه كتير. بعد ما تطلع من الفرن بنصفي السمنه تاني كده كده يعني، مش هنسيب السمنه فيها عشان ما تنشفش. تمام. ببدا اقص كده لو في حاجه زياده من على الاطراف، وبسندها بالكوبايات لحد ما اخلص الكميه كلها. هنا كنت خلاص بقى خلصت الكميه كلها. بصوا شكلها حلو ازاي، مليت طبعا الصاج كله. اهم حاجه بقى هنا في الخطوه دي بتسيبيها حوالي نص ساعه في الهواء كده تنشف. ما ينفعش نسقيها سمنه وندخلها الفرن على طول، لازم تنشف عشان ما تشربش منها سمنه كتير. سبتها حوالي نص ساعه كده وكانت البسبوسه كانت استوت. بصوا طبعا البسبوسه طالما بتشرب منك الزيت بسرعه تكون ناجحه معاكي. كل ما بسقيها شربات بتشربه على طول. دي كده كنافه بسبوسه ناجحه متلخبط كده. خلاص بقى سقيتها الشربات وهبدا اغطيها
بفويل واسيبها بقى لحد بعد الفطار. طبعا انا كنت عاملاها قبل الفطار، هسيبها اغطيها بقى واسيبها لحد بعد الفطار، ابقى اقطعها بقى ايه. لو عرفت اوريها لكم هبقى اوريها لكم. بصوا بقى شكلها يفتح النفس، ولونها وريحتها تحفه. جينا بقى للكنافه، كنت سبتها حوالي نص ساعه كده او اكتر، نشفت كده. هبدا بقى اسقيها بالسمنه. انا دوبت حوالي كوبايه ونص من السمنه البلدي، طبعا نوع السمنه الموجوده عندك. وهبدا بقى اسقيها كلها، اهم حاجه تتشرب كلها كويس قوي من السمنه. هدخلها بقى الفرن برضو في النص لحد ما تبدا تاخد لون من تحت، واولع عليها الشوايه. وبعد كده اطلعها من الفرن. انا عندي الحروف كده اتحرقت شويه، مش مشكله، كده كده الحروف دي انا بقطعها عشان تبقى متساويه معايا. شربات الكنافه طبعا بيكون تقيل بارد، كوبايتين من السكر عليهم كوبايه ونص من الميه، عليهم عصره ليمونه. انا هسيبه يبرد خالص، وبعد كده هبدا اسقي الكنافه. طبعا اول ما طلعتها من الفرن صفيتها كويس قوي من السمنه. هسقيها بقى كده كلها واسيبها برضو تبرد، وبعد كده بقى تقطعي الصوابع زي ما انت عايزه. بجد كان طعمها حلو جدا، جربوها ويا رب يكون عجبكم الفيديو. واستناكم فيديوهات جايه على خير. استناكم لايك كومنت واشتراك في القناه. مع السلامه، في حفظ الله.